قصة إسلام الطالبة الفرنسية بربرة وتجربتها المميزة في المغرب والتي ساهمت في إدخالها للإسلام. قصة جميلة جدا ولا بد أن أشاركها معكم، وأعدكم أنكم ستخرجون من هذا الفيديو بأثر طيب. بربرة طالبة فرنسية ترعرعت في قرية فرنسية ولم تسمع يوما بالإسلام، لكن حين يريد الله للعباد شيئا فيقول له كن فيكون، وذلك ما حدث لبربرة. انتقلت من قرية بعيدة لمدينة ليل لمتابعة الدراسات العليا، وفي سكن الطلاب حصلت على غرفة خاصة، وكانت طالبة مغربية تشترك معها السكن هنالك في الحي الجامعي. لكن هذه الطالبة المغربية لم تكن ملتزمة حينما تعرفت عليها بربرة، ولكن الطالبة المغربية رغم أنها لم تكن متدينة بشكل كبير كانت جد راقية وذات سمعة طيبة وتمثل المغرب أحسن تمثيل. واقترحت ذات يوم على صديقتها بربرة زيارة المغرب، وذلك ما كان. فتفاجأت الطالبة الفرنسية بما رأته في المغاربة من طيبة وأخلاق وابتسامة دائمة، بحيث قالت أن الإعلام كان دائما ما يشوه صورة المسلمين ويظهرها عكس ما هم عليه. وحينما رجعت لفرنسا قررت مباشرة البحث عن وفي الإسلام، وذلك بعدما تأثرت بشكل كبير بما رأته في بلدنا المغرب. وبدأت بربرة رحلتها في البحث والقراءة لمدة 6 أشهر، فهي قرأت ترجمة القرآن بتمعن وعمق، وحاولت البحث في كل الشبهات والرد عليها، وهي تحكي قراءاتها للقرآن وكيف أن الله يخاطب عباده مباشرة. بكت وتأثرت بشكل كبير حتى أنها لم تستطع الحديث لشدة التأثر. وفي جملة رائعة وعميقة قالتها: لولا الإسلام لما كان لحياتي معنى. والجميل في بربرة أنها كانت تبحث كثيرا في المواضيع التي يروج الإعلام حولها بعض المغالطات كظلم الإسلام للمرأة وغيرها من المغالطات. وحينما بحثت بربرة في هذا الموضوع، موضوع المرأة، وجدت في القرآن صورة كاملة باسم النساء، وذلك ما جعلها تدرك أكاذيب ومغالطات الإعلام. وبعد كل هذا الوقت فكرت بشكل جدي ذات ليلة بأن تنطق الشهادة، وذلك ما حدث. ففعلا في يوم الغد ذهبت لأقرب مسجد ودخلت والتقت بالإمام وحدثته بتفصيل تام عن رحلتها واستعدادها لنطق الشهادة والدخول في الإسلام، وضرب لها موعدا في اليوم الموالي الذي يصادف يوم الجمعة، وذلك بالضبط ما وقع، حيث ذهبت واعتنقت الإسلام وهي في سعادة لا مثيل لها أبدا. وكلما تذكرت تلك اللحظات وكيف هداها الله تفقد قدرة الكلام لفرحها بما أصبحت عليه. وقالت بربرة أنها لم تجد أي مشكل في إخبار والديها عن إسلامها، لكن وجدت مشكل كبير في ارتداء الحجاب. فالحجاب كما قالت يثبت أنك مسلم ويجعل الناس تنظر إليك بشكل سيء، فصورة الإسلام مشوهة في فرنسا كما قالت، لكنها تحجبت ولم تبالي بأحد، فهي ترتديه لله عز وجل ولا يهمها رأي ولا نظرات الآخر والمجتمع. وبعد كل ذلك أصبحت بربرة داعية للإسلام ومسؤولة عن المهتديات والمعتنقات الجدد للإسلام، فهي التي تتكلف بتعليمهم وتوجيههم. ما هو شعورك في الآن؟
هذا الشيء اللي كان اخوتي. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تخلوا لنا الراي ديالكم في التعليقات. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. شكرا بزاف لكم على المشاهده. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.